السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. النهاردة هنحكي لكم قصص حقيقية من حكاوي المستمعين، حكاويكم انتوا. نبدأ القصة الأولى ونقول بسم الله. حكاية عم حسن. عم حسن كان فلاح بسيط من قرى من قرية من قرى الدلتا. في ليلة من الليالي وهو راجع من الغيط متأخر، سمع صوت حد بينادي عليه باسمه. بص حواليه ملقاش حد، لكن الصوت كان واضح وجميل. من غير ما يحس لقي نفسه ماشي ورا الصوت لحد ما وصل للترعة. هناك شاف بنت جميلة واقفة بتبتسم له. فجأة حس بخوف شديد وجري على بيته. من ساعتها وهو بيحكي للناس عن النداهة اللي ندهته. القصة التانية، قصة محمود. محمود كان شاب من صعيد مصر، معروف بشجاعته. في ليلة وهو ماشي جنب النيل سمع حد بينادي عليه. لما قرب شاف ست جميلة لابسة أبيض. حاول يقرب منها لكنها اختفت فجأة. بعدها محمود بقى بيتجنب يمشي لوحده بالليل. القصة التالتة، تجربة أم محمد. أم محمد ست كبيرة في السن، ساكنة في قرية صغيرة. بتحكي إنها في شبابها كانت راجعة من بيت جارتها بالليل وسمعت حد بينادي عليها. لما دورت شافت ست جميلة بتشاور لها. أم محمد خافت وقررت تجري، ومن ساعتها وهي بتحذر الناس من النداهة. القصة الرابعة، حكاية علي. علي كان راعي غنم في إحدى القرى. في ليلة وهو بيدور على خروف ضايع منه سمع صوت حد بينادي عليه. لما مشي ورا الصوت لقى نفسه قريب من بحيرة صغيرة، وهناك شاف ست جميلة. قبل ما يقرب منها افتكر حكايات النداهة وجري بسرعة. القصة الخامسة، قصة فاطمة. فاطمة كانت بنت صغيرة، بتحكي إنها وهي راجعة من المدرسة سمعت حد بينادي عليها من جنب الترعة. لما قربت شافت ست جميلة بتضحك ليها. فاطمة خافت وجريت على البيت وحكت لأهلها على اللي حصل. القصة السادسة، تجربة سالم. سالم كان صياد، وفي ليلة وهو بيصلح شبكة جنب النيل سمع صوت حد بينادي عليه. لما رفع راسه شاف ست جميلة واقفة على الضفة التانية. حاول يروح ليها لكن افتكر حكايات النداهة وقرر يرجع لبيته. القصة السابعة، حكاية نادية. نادية كانت ماشية في الحقل بالليل وسمعت صوت حد بينادي عليها. لما دورت شافت ست جميلة بتبتسم ليها. نادية خافت وقررت تجري، ومن ساعتها وهي بتحذر الناس من المشي لوحدهم بالليل. قصة يوسف. يوسف كان راجع من السوق متأخر وسمع حد بينادي عليه. لما بص حواليه شاف ست جميلة لابسة فستان أبيض. حاول يقرب منها لكنها اختفت فجأة. يوسف رجع لبيته وهو مرعوب. تجربة سعاد. سعاد كانت في طريقها لبيت أهلها بالليل وسمعت صوت بينادي عليها. لما دورت شافت ست جميلة بتشاور لها. سعاد خافت وقررت ترجع لبيتها بسرعة. حكاية حمدي. حمدي كان بيشتغل حارس ليلي في مصنع قريب من الترعة. في ليلة سمع صوت حد بينادي عليه. لما خرج يشوف مين شاف ست جميلة واقفة على جنب المية. قبل ما يقرب افتكر حكايات النداهة وفضل في مكانه لحد ما اختفى. دول حكاوي الناس اللي قررت تهرب من النداهة. أما اللي حظه كان أسوأ من كده كمل وراح ليها، وياما اختفى ويا إما اختفى ومحدش عرف يوصله، يا إما بيلقوه مقتول تاني يوم. انت بقى قول لنا، حصل موقف معاك قبل كده أو من حد من قرايبك يخص النداهة؟ وبكده تبقى خلصت حكايات النهاردة، ونشوفكم في حكايات جديدة. السلام عليكم.